يعني بالنسبة لسوريا هذا سؤال معقد نوعا ما، لأن سوريا مرت بتجربة غير سليمة من الاعتداءات الإيرانية عليها خلال 14 سنة الماضية، ومشاركتها في دعم النظام السابق في مواجهته للشعب السوري. لكن مع كل هذه الظروف السابقة نحن لم نكن يعني طرفا في أي صراع ضد إيران خلال الحرب الدائرة حاليا مع إيران، بين الولايات المتحدة وإيران أو إسرائيل وإيران. وكنا ندفع باتجاه أن لا تنشب هذه الحرب من الأساس، لأن أيضا إيران دولة فيها عدد سكان قرابة 85 مليون نسمة، وأي ضرر يصيب إيران من الداخل قد يؤثر هذا على المنطقة والإقليم بشكل عام. نحن ندفع باتجاه أن تكون منطقة مستقرة، وأن تحل مشاكلها عبر الحوار والدبلوماسية، وأن لا تدخل في صراعات ونزاعات كبيرة. بكل الأحوال نتج من هذا الصراع النتائج إلى أن في نهاية المطاف توقفت هذه الحرب وعيدت الأمور إلى نصابها نوعا ما. وأيضا سوريا تتأثر بما يجري في لبنان. أيضا نحن نبارك الجهود التي قام بها الرئيس ترامب بإيقاف الحرب الدائرة في لبنان، ونأمل أن ننتقل إلى مرحلة أخرى اللي هو إصلاح المسارات في المنطقة، بأن لا تتكرر مثل هذه الحروب مرة أخرى.